بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. النهاردة القرآن هياخدنا من عالم الماديات المتلاحق السريع اللي احنا عايشين فيه باحثين عن الأرزاق إلى عالم الغيب. هذا العالم المؤثر جدا في عالمنا الواقعي، عالم الغيب اللي ربنا أخذ علينا العهد في أوائل آيات القرآن إن احنا نؤمن بيه. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. ومن أشهر أبطال عالم الغيب هو الشيطان، اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القرآن أكتر من 70 مرة عشان يفضل حي قدام عينينا وما ننساهوش في زحمة الحياة. والشيطان زي كل شيء سلبي مخلوق في الدنيا مخلوق عشان يطلع شيء إيجابي مننا. فالفيروسات والميكروبات أنشأت عند الإنسان حس النظافة والطهارة وطورت هذه الثقافة عند الإنسان. مش بس كده، الجوع والعطش طور حضارة صناعة الطعام عند الإنسان بأصناف لا تعد ولا تحصى. وكذلك الشيطان موجود في حياتنا عشان يدفعنا للاستعاذة، والاستعاذة يعني الاعتصام واللجوء والفرار إلى حصون الله سبحانه وتعالى. والشيطان أفصح عن رغبته في القرآن رغبة واضحة جدا جدا، مش مجرد أذية بسيطة. اسمع، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا. عارف اللي بيقول هو ده كلام ده؟ أأسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. الكلمة دي في اللغة العربية معجزة. كان العرب زمان لما يربط الفرس بلجام من بقه عشان يعرف يحوده يمين ما يقدرش يقاوم أو شمال ما يقدرش يقاوم، يقول لك احتنك الفرس. فالشيطان هدفه احتناك ذرية بني آدم، لأحتنكن ذريته إلا قليلا. قال اذهب فمن تبعك منهم. ومن هنا جت رسالة الله إلى متبع الشيطان. خد بالك، انت ممكن مرة تسمع كلام الشيطان وتغلط وتتوب لربنا، لكن لو الشيطان نجح انه يعيشك بأفكاره، هنا اتباع الشيطان. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي. شوف لما ربنا يباهي بيك، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. رسالة الله النهاردة إلى متبع الشيطان إنه ينقذ نفسه من الشيطان ويخش في ركاب عباد الله اللي الشيطان ملوش سلطان عليهم بإذن الله. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. الهدف الأكبر من تصفحنا للقرآن وقراءة رسالة ربنا لمتبع الشيطان إن الشيطان دايما يفضل قدام عينينا وما نتشغلش عنه، وهو شغال على إغواء الإنسان وإبعاده عن ربنا وإبعاده حتى عن السعادة والاستقرار في الدنيا، بس ساعات بنتشغل عنه في زحمة الحياة. ربنا سبحانه وتعالى اتكلم إن الشيطان ليه فعلين كبار أوي، الشيطان اللي قالهم: التزيين والتخويف. تزيين الباطل والتخويف من الحق.
ونبدأ مع بعض رسالة ربنا وهو بيكلمنا عن تزيين الشيطان. في أول حوار دار بين الله وبين الشيطان وقت السجود لآدم الشيطان بيقول: قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. في ناس هتبقى مصحصحة عليك وتتعلم وتقرأ رسالتي إلى متبع الشيطان فيعرفوا يحصنوا نفسهم منك، اسمهم العباد المخلصين، وفي ناس هيتبعوك. إيه حكاية التزيين؟ الإنسان لما يغلط وبعدين يتوب لربنا ربنا بيسامحه، لكن التزيين إن الإنسان يغلط ثم يبرر فلا يشعر بالخطأ ويبدأ ضميره يسكت، لأن التبرير بيسكت الضمير، وده معنى التزيين. يعني الشيطان لما بيجي يقول للشاب الصغير اللي في الثانوي ولا اللي في جامعة دوق السجاير والمخدرات وأخطاء كتيرة جدا، خليك وانت صغير، من حقك تدوق، انت لسه صغير وتقدر تتوب، لسه قدامك العمر طويل، وانت لو ما دقتش دلوقتي هتشتاق لها وانت كبير عندك 50 سنة. هذا التبرير بيخلي الشباب يبقى جريء على غلطات وهو عارف ان من حقه يعمل كده، انا لسه شاب من حقي ان انا اجرب. فخد بالك من مسألة التزيين، هي التشجيع مع التبرير. وربنا في رسالته إلى متبع الشيطان وهو بيتكلم على التزيين اتكلم إن الشيطان بيزين الفواحش، العلاقات المحرمة بالجنس الآخر. ربنا بيقول: زين للناس حب الشهوات من النساء. والعلماء لما فسروا كلمة زين قالوا أن الله زين والشيطان زين. الله زين العلاقة الحلال مع الزوجة، والشيطان زين العلاقة الحرام مع العشيقة. والإشكالية في التزيين هي التبرير. هو أنت عارف أنا ليه بتكلم في حاجات خاصة جدا تخصني وتخص حياتي مع زميلتي في الشغل؟ أصل مراتي مش بتسمعني. أنت عارف ليه أنا كسرت الحواجز بيني وبين جارتي اللي هي مرات جاري؟ لأن أنا طلبت من مراتي تبقى حنينة ومرات جاري أحن عليا، فأنا بتكلم معاها من غلبي. هذا تزيين وتبرير بيخلي الإنسان، وقصص الخيانات والمشاكل اللي بتحصل كتير قوي بسبب كسر الحدود المزينة مع التبرير. وانت عارف كم الملايين أو المليارات اللي بتتصرف على الحياة اللي فيها رقص وخمرة وأشياء فيها منكرات كبيرة وكبائر تحت بند إن دي حضارة وإن دي حياة فيها حرية، كل ده من تزيين الشيطان. والشيطان جوه الحياة دي بيعمل مشاكل كتيرة، أولها الوقيعة بينا. بسم الله الرحمن الرحيم: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. قوة الصلة الروحية مع الله بتتقفل في الأماكن دي، فهل أنتم منتهون؟ عشان كده مسألة التزيين دي هي الكلمة الأولى والرسالة الأولى اللي ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عليها في القرآن إلى متبع الشيطان. لو غلطت ممكن تتوب، لكن اتباع الشيطان هو الخطأ مع التبرير، وهو ده التزيين. مش بس الشيطان بيزين الفواحش، ده الشيطان بيزين انتحال صفة العالم والكلام في التخصصات وهو مش أهل الحاجة زي كده، سواء الكلام في العلم الشرعي أو في أي علم حياتي، طب، هندسة. انتحال العالم اللي من حقه يفتي. ربنا بيقول في القرآن: ولو ردوه، العلم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم العلماء لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. كل فكر متشدد أوله تكفير وآخره تفجير وراه شيطان، خلى إنسان ينتحل الفقه في الدين ويفتي الناس بأشياء سيدنا النبي ما يحبهاش عليه الصلاة والسلام. كل واحد أفتى في طب ولا في هندسة ولا في أي تخصص هو ليس أهل للفتوى ولا لإخراج آراء الناس تمشي وراها، كان وراه شيطان قال له قول عشان تظهر والناس تحترمك. تزيين الشيطان ثم تبرير إن ده علم مشاع من حقنا نتكلم فيه. الشيطان بيزين، والتزيين هو التشجيع على الغلط مع التبرير. وإذا بررت سكت الضمير، ولو سكت الضمير الإنسان مش هيرجع لربنا سبحانه وتعالى. وهو ده اتباع الشيطان اللي جات له الرسالة من ربنا في القرآن إلى متبع الشيطان. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين
ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. العمل التاني الكبير للشيطان اللي نزلت فيه رسالة ربنا إلى متبع الشيطان هو التخويف. الشيطان بيخوفنا من إن أنت تعيش بالقيم، تعيش بالصدق والأمانة. الحاجات دي هتجيبك ورا، الشيطان يقول لك كده. تعيش إنك أنت تساعد المحتاج وتقف جنبه، الشيطان يقول لك ده مش زمن إنك أنت تساعد الناس، خليك في حالك، كل واحد يبني نفسه. ويبدأ يخوفك من إنك أنت تكون إنسان شريف. الشرف ما بيأكلش عيش، لأنك لو عشت بالقيم والمبادئ هتيجي جنب النبي أقربكم مني مجلسا صلى الله عليه وسلم أحاسنكم أخلاقا. ويحكي القرآن مسألة التخويف دي إن بعض الناس أيام النبي صلى الله عليه وسلم قالوا سنترك التكسب ونجلس في بيت الله، مش هنشتغل لحسن نبقى بنطلب دنيا ونقعد نذكر ربنا في المسجد. كده الشيطان خوفهم من السعي على الرزق لحسن يكونوا كده بيطلبوا الدنيا وسايبين ربنا. والسعي على الرزق ده باب طاعة كبير قوي. فينزل القرآن يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء. على فكرة الفحشاء هنا يعني البخل. ما تبخلوش على نفسكم إن أنتوا تكبروا في الحياة ما دام أنتوا برضو عايشين مع ربنا ومش بتكسبوا من الحرام. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أنت بتقول لما تشتغل في الحلال كده بتبعد عن ربنا، ده مش من الدين الكلام ده. الشيطان بيخوفك من بناء الحضارة. مش بس كده، ده الشيطان أيام النبي كان بيخوف بعض الناس من الإنفاق على المحتاجين. كان وقت جني الثمار بعض الصحابة يجيبوا تمر كتير من أجود التمر عشان الناس البسطاء ياكلوا منه في المسجد، وناس تانية تجيب شوية تمر قليل رديء جدا، خايفين لحسن لو أنفقوا يفتقروا. فنزل القرآن يا أيها الذين آمنوا. شوف القرآن على طول رسائل من ربنا إزاي بتصلح سلوكيات الناس. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول للمؤمنين ما تخافش، أنفق، دوق الناس من أجمل خيرك وربنا هيعوض عليك. رسالة من الله إن الشيطان ما يخوفكش من الإنفاق لأن ربنا واسع. الشيطان يعدكم الفقر. مش بس كده، ده ربنا في رسالته لمتبع الشيطان في مسألة التخويف بتاعة الشيطان دي حكى لنا قصة سيدنا يوسف مليانة بالعبر. قصة سيدنا يوسف إن الشيطان خوف إخوات يوسف وهم عصبة وكبار في السن، أبوهم رباهم وتعب فيهم وكبرهم واشتغلوا، وبيربي أخوهم الصغير يوسف دلوقتي وقاعد جنبه بيعلمه لأنه طفل. خوفهم من المشهد ده، خوفهم لحسن أبوهم يبقى لأخوهم بس بعطائه ويهملهم رغم أن أبوهم كبرهم وعمل اللي عليه معاهم. فلما سيدنا يوسف شاف الرؤية الجميلة قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا
إن الشيطان للإنسان عدو مبين. الرؤية دي تدل إنك أنت هيبقى ليك شأن، هيحسدوك ويحقدوا عليك، الشيطان هيخوفهم. وبعد انتهاء القصة خالص يحكي لنا ربنا: ورفع أبويه على العرش. سيدنا يوسف بعد ما بقى العزيز وخروا له سجدا وقال: يا أبت هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء. الشيطان اللي خوف إخواتي على مقامهم عندك فخلاهم يحقدوا عليا ويؤذوني. تخويف. والله لولا الخوف ما كانوش عملوا كده، على مقامهم عند أبوهم وعلى مصالحهم عند أبوهم. هذا الشيطان اللي بيخوفك ربنا بعت لك الرسائل اهو عشان تبقى عارف انك انت لو جاي تعمل خير، جاي تقول الصدق، جاي تتاجر بالامانه، جاي تسامح واحد من حبايبك او قرايبك، لو خوفك من الموضوع ده وقال لك لو عملت كده في عواقب مش كويسه، دي فكره شيطانيه. فخد بالك من شيطان التزيين وشيطان التخويف. ما أشد التذكرة والعتاب بعد فوات الأوان. إذا تيقن الإنسان من وقوع العقاب فبيبقى التذكرة والعتاب بيقع في قلبه مقام الحسرة. بيحكي لنا القرآن قصة مؤلمة في وسط لهيب النيران المستعرة ودخان الجحيم صاحب الرائحة القبيحة. يصعد الشيطان على منبره ليخطب خطبة الإنجاز الأكبر ثم يتلوها الوداع. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. وكأن الشيطان بيقول: فين عقولكم كانت يوم ما حطيتوا وعدي في كفة ووعد الرحمن في كفة؟ الرحمن وعدكم بلذة الطاعة ثم النعيم والرضا الأبدي، وأنا وعدتكم بنشوة المعصية ثم أوهمتكم بعد كده بالنجاة. إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. يبرز الشيطان الحقيقة المؤلمة، إنه لم يكن السبب الأكبر فيما فيه أهل النار دلوقتي، إنما السبب الأكبر كان بمساعدة أهل النار. هم اللي تركوا نفسهم لوساوس الشياطين وفتحوا الطريق أمام ما يغضب ربنا سبحانه وتعالى. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. لم يكن من الشيطان إلا الإشارة البسيطة والنصيحة الخبيثة والتزيين اللي هو توعد بيه من زمان: لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. أما من قام بالفعل الأكبر هو نفس الإنسان التي سمحت للشيطان بالتأثير عليها. وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. كأن الشيطان لمح في عيون أهل النار نظرة العتاب المشوبة بالغضب، فقال لهم: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. كان العتاب الأولى يبقى على أنفسكم في الدنيا اللي استجابت لغويتي وتزييني للشر وحثي على الإفساد في الأرض وتخويفي من كل نافع. ربنا سبحانه وتعالى حكى لكم عن كفري وعنادي، وأنا من زمان وأنا بتوعد ليكم: فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. وكأن الشيطان بيبرز الحقيقة الكبرى، أنه لا نافع ولا منقذ ولا معين ولا متولي لشؤون العبد إلا سيده ومولاه. ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. مهما صرختم لن أستطيع تولي شؤونكم ولا إنقاذكم، ولا أنتم أيضا تستطيعوا أن تخرجوني من لهيب النيران. عشان يقول الحقيقة الكبرى أنه لا نافع ولا باقي للعبد إلا سيده ومولاه. وكأنها نصيحة من الشيطان في القرآن إن في دنيا الناس يجأر العبد ويصرخ لمولاه إنه ينقذه من وساوس الأبالسة وينقذه من معسكر الشياطين حتى يحيا تحت لواء سيد المرسلين. رسالة من الله، رسالة من الله.
قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. ليه ربنا سبحانه وتعالى تكلم بالتفصيل عن الشيطان أكثر من 70 مرة في رسالته في القرآن إلى متبع الشيطان؟ لأن الشيطان آخر طريقه ندم، وربنا سبحانه وتعالى يحب آخر طريقك وأول طريقك ونص طريقك يبقى سعادة واستقرار. واللي يمشي ورا كلام ربنا سبحانه وتعالى زي ما قال في القرآن: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. واللي ماشي ورا الشيطان ومتبعه وعمال يبرر الأخطاء، ودي فكرة التزيين، إني أغلط وبرر فما توبش، اللي ماشي ورا الشيطان آخرته أكيد ندم مش سعادة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى اتكلم في القرآن على مثلا ندم الشخص اللي الشيطان رماله أفكار إنكار ربنا سبحانه وتعالى. كم الأفكار اللي موجودة في الكون عن إنكار وجود الخالق دي وراها شيطان اللي بيزينها ويجيب لها الدلائل. ربنا في القرآن بيقول الهدهد لما كان بيكلم سيدنا سليمان قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل، يعني طريق ربنا، فهم لا يهتدون، ألا يسجدوا لله. فالشيطان لما نيجي يوم القيامة عند ربنا ويجي مع الناس اللي أنكرت وجود ربنا بسبب الأفكار اللي الشيطان بيلقيها، ربنا قال: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. شايف لحظة الندم اللي ممكن تبقى في عينين وقلب إنسان اتبع هذه الأفكار اللي بتنكر وجود ربنا، والشيطان قال له: أنا قلت لك بس بصراحة أنا بخاف من ربنا يوم القيامة. ندم ما بعده ندم. مش بس كده، ربنا ما يحبكش تندم إنك بتتبع الشيطان في إنك أنت ماشي ورا صحبة مش كويسة، والصحبة دي مش بتقولك إلا أفكار تبعدك عن قيمك ومبادئك وعن ربك سبحانه وتعالى. صحبة بتسخر من صلواتك، صحبة بتسخر من صدقك. الشيطان هو اللي بيجمع الصحبة دي، خد بالك. وآخرة الصحبة دي مش كويسة. عشان كده عقبة بن أبي معيط ده أكتر واحد أذى النبي عليه الصلاة والسلام. في بداية حياته كان منجذب جدا لسيدنا رسول الله ويقعد يسمع منه، حتى أشيع في مكة أن عقبة أسلم. فكان في واحد صاحبه مسافر، فلما رجع قالوا له عقبة بيسمع كلام محمد، فاتضايق قوي صاحبه ده وراح قال له: هل خدعك محمد؟ قال: لا والله ما خدعني. عارف لما تقول لواحد: يا عم الشيخ انت هتعيش في الدور، فيحس كده ان هو ايه، عايز يدافع عن نفسه. خدعك محمد؟ قال: والله ما خدعني. قال له: خلاص، فبالحق الذي بيني وبينك، الصحبة اللي ما بيننا والعشرة الطويلة، ائذي محمد. قام رايح عقبة بن أبي معيط في القصة المشهورة وفاتح بطن جمل ميت اسمه الجزور، سلى الجزور يعني أمعاءه، وقام رميها على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام وهو بيصلي. فعل اتعمل في نبي، يعني أبعد ما يكون عن ربنا سبحانه وتعالى هذا الفعل. وعاش عقبة بن أبي معيط على كفره ومات على كده. وينزل في القرآن إنه سمع كلام صاحبه: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني. اسمع: وكان الشيطان للإنسان خذولا. اللي وفق ما بينهم الشيطان وسابهم، دورة حياة الغلط مع بعض
بالأنفس اللي بيوحي لها الشيطان بالوساوس، خلاص كملوا أنتوا مع بعض، وسابهم بعد ما وفق ما بينهم. لحظة ندم يوم يعض الظالم على يديه. أهو ربنا اتكلم في رسالة من الله إلى متبع الشيطان، عشان ربنا الرحيم ما يحبش يشوفك في المشهد ده، يحب يشوف إيدك في إيد النبي يوم القيامة. في بقى في العلم حاجة لطيفة جدا في الكوتشنج كنا بنتعلمها وبتدرس في مختلف أنواع الخدمات اللي بتتقدم للناس لتحسين الحياة والتنمية وكده، اسمها الجولم، أو بعض الناس بتسميها النيجاتيف تشاتر بوكس، أو هو عبارة عن الشخص بنتخيل إن هو شخص معين كده، زي تعريف الشيطان كده، هو قاعد يقول على طول أفكار سلبية، أفكار تخويفية، أفكار ضد النشاط وضد العمل وضد النمو. كلنا عندنا الشخص ده. ربنا رحم بعض الناس بأن هم قدروا يسيطروا عليه، فبقى عندهم أصوات تانية أعلى، أصوات حقيقية. ومعظمنا بيعيش في الحياة دلوقتي بالصوت ده شغال على طول، تلاقي حاجة كده بترغي جوه دماغك، ده مش هينفع، انت ما تقدرش، ده أحسن منك، ده حظه كويس انت حظك وحش. حياة على طول مليانة تخويف أو يعني كبت للمشاعر أو كبت للطموحات أو الكلام ده. من أهم الحاجات هو الوعي إن أنا يكون عندي ده موجود عندي. الراجل ده حكايته إيه؟ هو حكايته إن هو عايش معايا، هو ليه سبب في علم النفس مثلا بيقولوا إنه ليه سبب، هو بيخوفك عشان الحاجات الخطيرة ما تعملهاش فتحافظ على نفسك. طبعا الشيطان بيركب على هذا الشخص وبيستغلها في كل حاجة، حاجات ما بتبقاش خطيرة، حاجات تنموية أو حاجات ليها علاقة بدينك وبممارساتك الشرعية وبتاع، وبالتالي يبتدي إيه يجي يقف لك فيها بموضوع التخويف أو موضوع الحزن. من فضل ربنا علينا إن هو في القرآن ما قالش برضو الشيطان وخلاص، لا ده هو قال لك حاجات يعني تميز بيها الشيطان، ولا أضلنهم ولا أمنينهم ولا آمرنهم. فلما تلاقي أمر من الأوامر دي تعرف الشيطان أهو ظهر، فده مش أنا. حتى في علم النفس احنا بنفصل الشخص ده، يعني بنقعد نتكلم نعرف هو ده بيقول ايه. بمسك ورقه وقلم واقسم الورقه نصين، الشخص اللي موجود جوايا بيخوفني، ولما اجي اعمل الحاجه الجديده بيمنعني، وبيخليني مش قادر اقوم من السرير، وبيخليني خايف على فلوسي مش عايز اصرفها، وبيخليني متنرفز ومتعصب، بيقول ايه؟ وابدا اكتب الجمل اللي هو بيقولها كاني سامعها، فابتدي افصله، اعرف ان ده واحد تاني غيري مش انا عاوز اقول ايه، أنا من أحب أن أكون، أنا عايز أبقى مين، اللي أنا عايزه أبقى شخص عايز الناس تذكرني بإيه بعد موتي، أو عاوز أقابل ربنا بإيه. وابتدي أقول والله عاوز الشخص ده يكون شخص كريم، عايز الشخص ده يكون شخص ذكي، الشخص ده كان شخص طيب، الشخص ده شخص رحيم. وابتدي أقول طب الشخص الذكي الرحيم الطيب الكريم ده بيقول إيه في الموقف ده؟ بيقول لي إيه؟ بيقول في إيه في القرار اللي عمال أنا ماشي فيه ورا النيجاتيف تشاتر بوكس، او البني ادم اللي قاعد جوايا عمال يعني يوسوس الوسوسه دي، وابتدي احاربه. لان انا الحقيقه ربنا سبحانه وتعالى خلقنا اقوى برضو من الاصوات اللي جوه عقلنا من الشيطان او ايا كان سببها، بس احنا مقتنعين الشيطان بيبقى راكب عليها. فاحنا لينا تحكم في الافكار دي، مش المفروض انها تسوقنا، احنا المفروض ان احنا على المقعد السائق وماسكين الدركسيون وبنسوق بنفسنا احنا رايحين فين. فموضوع الورقه ده من الادوات اللطيفه قوي، نكتب هو بيقول ايه وانا بقول ايه، فابتدي دماغي تعي ان في فصل بين الاثنين، وابتدي انفذ من الحاجات اللي انا عايز اعملها واللي انا عايز اكونها، مش اللي هو بيقولها. طيب نعمل ايه يا رب في رسالتك الى متبع الشيطان عشان نحمي نفسنا ونتبعك انت يا رب ونتبع الرسول صلى الله عليه واله وسلم؟ حاجتين واضحين جدا في القرآن ربنا قالهم في رسالته. رقم واحد، لا تنسى الشيطان. أحد أكبر أهداف الشيطان إنه ينسينا إن هو موجود. عشان كده ربنا كتير قوي في القرآن يقول دايما انتبهوا لوجوده حواليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور يعني الشيطان المخادع. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ربنا بيقول إن الشيطان ناوي على العداوة، فما تنساش إن هو عدوك، وعدوك ده لا ينام. لما تسأل الحسن البصري هل ينام الشيطان؟ قال لو نام لاسترحنا. وربنا سبحانه وتعالى يقول يا بني آدم
لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. كأن ربنا بيقول بعد حكايته لقصة سيدنا آدم وغدر الشيطان وكذب الشيطان وغل الشيطان، ما تنسوهوش، خليه دايما في بالكم. انتوا عايشين في عالم الشهادة وهو في عالم الغيب، لكنه ليه تأثير عليكم. وأول آية في القرآن ربنا ذكرها بعد الفاتحة قال ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. فما تنساش الشيطان وما ترميش سلاحك، وهو الاعتصام بربنا سبحانه وتعالى. وربنا قال كده، قال إن في ناس مش ناسياه، قال إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. لأن كتير إن الواحد ينكر، لا ده مش شيطان، ده اللي قدامي هو اللي استفزني، ده أنا اللي مش كويس. إحنا فينا حاجات محتاجة تتصلح، بس بيغذيها الشيطان. وإحنا كمؤمنين بربنا مصدقين كلامه عن الغيب ومصدقين كلام سيدنا محمد. لو تذكر الراجل اللي كان بيتخانق مع صاحبه وبدأت أصواتهم تعلى وتعصبوا وشهم احمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلم كلمة لو قالها أحدهم لذهب عنه ما هو فيه. قيل وما هي؟ قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. في شيطان حضر دلوقتي في الخناقة بينك وبين صاحبك، ولا بينك وبين مديرك، ولا بينك وبين مراتك، ولا بينك وبين عيالك. في شيطان، في تجاوزات، في حد بيزق تجاه الفرقة. فالراجل ده لما اتقال له النبي بيقول لك قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قال أبي جنون، وأنا مجنون ولا إيه؟ كأن كده في حالة من الإنكار، إن لا أنا كويس مفيش حاجة. لا، فيه. ما تنساش الشيطان اللي دايما بيزقك على الغلط، وربنا سبحانه وتعالى في رسالته ليك بيقول لك خليك دايما فاكره وما ترميش سلاحك، وهو الاعتصام بالله. ياللي انت قابل بالشيطان صاحبك، ياللي انت ماشي في الطريق وياه يغويك ودايما للضلال سحبك ويتوهك عن اللي يرضي الله، وبيخدعك وفي كل حفرة يوقعك وبيبعدك عن أي حاجة تنفعك ويضيعك، وأما جراحك توجعك تنده بدمعك للكريم وبيسمعك ويرجعك لسكتك بهداك. إبليس عدو ومنه ربك حذرك، يتمنى يقضي في يوم عليك ويدمرك. لو تستعين بالله عليه هيقدرك وهينصرك وتلاقي بر نجاة. يبقى أول حاجة تعملها في رسالة الله لمتبع الشيطان تفضل دايما فاكره، هو هدفه الأكبر يتعسك في الدنيا وفي الآخرة. فما تنساش شيطانك. مش معنى أنك أنت عايش في هذا العالم وهو في عالم آخر، عالم الغيب، هو ليه تأثير كبير جدا عليك. الحاجة التانية المطلوبة تحصن بحصن الله، وحصن الله هو الذكر. وهدف الشيطان الأكبر منك عشان يقدر يسيطر عليك إنك ما تعتصمش بربنا. إن كيد الشيطان كان ضعيفا، لأنه مواجه بقوة ربنا لو دخلت في حصن الله وهو الذكر. عشان كده ربنا في رسالته إلى متبع الشيطان قال استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. الشيطان لو نساك الذكر كأنك رميت سلاحك قدام واحد شاهر سيفه في وشك. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى قال لك بس هي كلمة صغيرة تخرس شيطانك على طول، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وسيدنا رسول الله حياته كانت تفسيرا للقرآن، والنبي كان فيه عليه الصلاة والسلام في حياته أذكار جزء منها كبير جدا للحفاظ على النفس من الشيطان.
فكان صلى الله عليه وسلم لما يخرج من بيته يقول بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله. لو قلت الكلمتين دول سيدنا النبي بيقول لك يقال لك كفيت ووقيت وهديت وتنحى عنك الشيطان. وانت خارج من بيتك تسعى على رزقك، في شيطان عايز يزقك للمال الحرام وعلى الخناقات والمشاكل والضيق، قول بس الذكر ده يبعد عنك لغاية آخر اليوم. وسيدنا رسول الله اللي احنا مصدقينه كان بيقول لنا إذا دخل أحدكم إلى بيته فسمى الله، قال بسم الله وبيفتح الباب كده، قال الشيطان ما أدركتم المبيت. ما أدركتم المبيت، مش هينفع نخش مع البيت. فإذا سمى الله على الطعام وهو بيتعشى قال ما أدركتم المبيت ولا العشاء. الشيطان يقول كده. مصدقينك يا سيدنا محمد، لأن ربنا اللي أوحى ليك بالكلام ده. فالسنة والقرآن وحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ولو كما قال صلى الله عليه وسلم، ولو دخلت بيتك وما سميتش ربنا وانت بتفتح، أو ما سميتش ربنا وانت جاي تاكل، قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء. رواه الإمام مسلم. وكأن سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام بيقول لك حيط نفسك بأذكار عشان تعصمك من الشيطان اللي جزء من وساوسه بيبرر لك فواحش، وجزء تانية وساوس أفكار سلبية بتخليك تفقد الثقة في نفسك وتفقد الثقة في أقرب الناس ليك، وجزء تانية وساوس بتشككك في ربنا سبحانه وتعالى وفي صدق وعده، وجزء تاني بيكئبك في طموحاتك اللي في المستقبل. هو عايزك حزين في الدنيا ومش عايزك ناجي يوم القيامة. فادخل حصن ربنا الحصين وهو الذكر، ذكر الله عز وجل. ويبقى أني كل يوم أفكر حضراتكم بعد قراءة رسالة من رسائل الله سبحانه وتعالى أن القرآن كان وسيظل منهج لبناء الحياة، وشمس لكل باحث، وراحة لكل مهموم، وطوق نجاة لكل حائر. فاللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد كما ينبغي لقدره ومقداره العظيم. اللهم إنا تحصنا بخفي ألطافك وبجميل صنعك وبعظيم سترك وبقوة سلطانك من الشيطان الرجيم. اللهم إنا أصبحنا وأمسينا في حفظك وأمانك وضمانك، يا من مقاليد السماوات والأرض كلها بيديه، اكفنا بكفايتك من شر الشيطان الرجيم. اللهم اجعلنا موصولين بك وبمددك حتى نسلم من وساوس الشيطان. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد العدنان صلاة تقي بها قلوبنا من الوسواس الخناس يا رب العالمين.